السلام عليكم البنات، رجعت لكم في فيديو جديد. وصفة اليوم ان شاء الله راح تكون وصفة ميني بيتزا بذوق الطون، بزاف بنينه وخفيفه بواحد العجينه اكثر من رائعه. يعني هذه العجينه تقدروا تعتمدوها في مملحات اخرى، ماشي شرط بهذا الشكل. تجي بزاف خفيفه قطنيه، تخمر بالخف. يعني تقدروا تخليوها تخمر 5 دقائق او 10 دقائق في مكان دافي وتستعملوها ديريكتومون. هاو لكم القوام تاعها الداخل اسفنجي بزاف بنينه وخفيفه. يعني نتمنى صح تجربوهم. اول خطوه نديروها نجيو نخدموا لاباط تاعنا. انا استعملت كميه شوي كبيره، نتوما تقدروا تقسموا المقادير على زوج. هنا عندي 2 كيسان ماء دافي. طبعا استعملت هذا الكاس العادي اللي متواجد عند البيوت كامل. 2 كيسان ماء دافي كيما راكم تلاحظوا. نضيفوا لهم بياض بيضه تقدروا تستغنوا عليها. هنا عندي الملح، ملعقة كبيرة سكر باه تساعدنا في التفاعل تاع الخميرة، ملعقة أكل خميرة الخبز ولا المطلوع. وهنا عندي علبة ياغورت طبيعي. تقدروا تستغنوا على الياغورت وديروا كاس ماء وكاس حليب. هنا عندي كاس ناقص شويه زيت، ناقص اسبوعين، ولا تقدروا ديروا نص كاس. انا نحب لاباس تاعي مبسه، اذا درت فوق نص كاس. نحطوهم يتخلطوا هذه المكونات مليح مع بعضهم. تقدروا تعجنوهم بيديكم فقط، ماشي شرط تستعملوا البيترا. انا استعملتها باه تنقص عليا التعب. هنا خليوها تخلط مليح حتى يندمجوا المكونات. من بعد جيت نضيف في الفرينه تاعي بشوي بشوي كما راكم تلاحظوا. فوالا حتى تتلملي العجينه. انا قلت لكم ماشي شرط تستعملوا بيترا، استعملوا ايديكم وتبداو تضيفوا في الفرينه بشوي حتى تحصلوا على عجينه طريه. ما تخليوهاش طريه بزاف باش ما يفسدلكمش الشكل تاعها، وفي نفس الوقت ما تيبسوهاش بزاف. خليوها عجينه متوسطه في القوام تاعها، تكون متوسطه. وهنا سر الهشاشه وسر البنه كامل في ملعقه حليب بودره. هنا ملعقه حليب بودره راح دير لنا دور المحسن في لاباط تاعنا، وتمد لنا لون باهي لاباط تاعنا، وتمد لها هشاشه لكن اختياريه. نتوما الا كان ما عندكمش ما تستعملوهاش عادي، ماشي مشكل. وكملت عجنتها حتى تلمت لي لاباط تاعي، طبعا مع اضافه الكميه من الفرينه. نجيو هنا نعجنوا لاباط تاعنا. حاولوا تعجنوها مليح حوالي 5 دقائق حتى يندمجوا المكونات مليح وتحسوا بلي الفرينه سي بون ما عادش تبان. فوالا الا كانت تلاصق شويه ديروا شويه زيت في البلان تاعكم وبداو تعجنوا فيها. انا شوفوا دهنت يديا بالزيت ودرت شويه زيت في مكان العمل تاعي وعجنتها. هاي لكم طريقه العجن. من الحواف تدخلوهم لداخل وديروها كبيره وتخليوها تخمر. انا خليتها خمرت لي 10 دقائق، لكن الكوزينه كانت شوي سخونه. نتوما تقدروا تخليوها ربع ساعه ولا 20 دقيقه. هاي لكم بعد ما خمرت. يعني صراحه من ألذ العجائن عندي انا العجينه هذه ما نبدلهاش. وانتوما اللي تحب تنحي بياض بيضه وتستعمل بيضه كامله، ولا تقدروا تنحيوا البيض كاريمون من العجينه. انا الحبات تسوي حبيتهم يجيو كامل قد بعضهم، وزنتهم 120 غرام كما راكم تلاحظوا. هذه الخطوه طبعا اختياريه، تقدروا ديروا عينكم ميزانكم فقط وتكوروا الكويرات تاعكم تاع لاباط. تخليو الكويرات تاعكم يروبوزي ونجيو نخدموا الحشو تاعنا ولا لاصوص. انا صلصه الطماطم تاعي كانت جاهزه. احنا نخدموا يعني كونتيتي كبيره، وكاين اللي نخصوها للطبخ وكاين اللي نخصوها للبيتزا، وكل واحد والذوق تاعها. قلت لكم كنا خادمينها من قبل. نتوما خدموا صوص طوماط عادي تاعكم اللي تحبوها نتوما، فيها بصل طماطم توابل. وهنا نجي نضيف لها كميه من الزيتون الاخضر المقطع وعلبه من تونه ريكامار. انا اخترت ذوق طماطم. كنت مع الاول حندير ذوق الحار، كاين تونه حاره لكن لاصوص تاعي كانت حاره شويه، اذا اخترت بذوق الطماطم. ضفتها راح تعطينا بنه للمملحات تاعنا، يعني بعيدا عن الدجاج ولا فيون داشي حبيت ندير بالطون. بعد ما يخمروا الحبات تاوعي مده 5 دقائق اخرى نجيو نحلوهم. ديروا شويه فرينه ونجيو نحلوهم، ما ترقوهمش بزاف وما تخليهمش خشان بزاف. فوالا كيما راكم تلاحظوا فيا انا حليت الحبه تاعي.
تحلوا الحبات تاعكم كامل تحطوهم في البلاطو. من بعد باه نديروا لهم لاصوص. انا حليتهم كامل، انا عندي فور السعاده يعني يهز لي كميه كبيره، يعني دي الحاجه ما تعبتنيش. حليتهم كامل حطيتهم في البلاطو، من بعد جبت لاصوص تاعي بديت ندير. نتوما تتبعوا هذه الطريقه باه تجيكم سهله. وهنا عندي لاصوص تاعي اللي خليتها بردت لي شويه، ونجيو نحطو فوق كل حبه الكميه اللي تحبوها نتوما. انا نحبهم معمرين بزاف بلاصوص، نتوما تحبوا ديروا كميه صغيره، وتحبوا اضافات اخرى مثلا ديروا فلفل حار مقطع ولا اي حاجه، لكن حاولوا ما تستغناوش على الزيتون الاخضر. الزيتون الاخضر في البيتزا يمد ذوق بزاف مليح، هذا حسب رايي الشخصي. يعني نتمنى اذا طبقوها كيما عطيتها لكم انا. فوالا نديروا كميه من الصلصه في الوسط، تدهنوها مليح. دوك نكتب لكم صلصه الطماطم في صندوق الوصف اللي تحب ديرها بطريقتي هنا كما راكم تلاحظوا. والتزيين من فوق يبقى اختياري، انا نحب الفلفل الاخضر بزاف في البيتزا. درت كميه فلفل اخضر، زيتون اسود، طماطم، وانتوما لكم الاختيار. كنت حابه ندير شرائح تاع البصل، لكن كاين من عائلتي اللي ما يحبش البصل كي تعود موش طايب، اذا ما درتهاش. وانتوما اللي تحبي ديرها. وديروا الجبن من فوق، يعني الجبن اللي يكون متوفر ديروه. انا درت شيدار. هنا الحواف درت بيضه. نتوما الا كان درتو في لاباط بياض البيضه، هذاك الصفار اللي يبقى ادهنوا به الحواف. هنا كيما راكم تلاحظوا درت بيضه خلطتها مليح، وجيت دهنت الحواف تاعي باه تعطينا لون ذهبي. هاوليكم قبل ما نحطهم يطيبوا شعلت الكوشه تاعي على درجه قويه بزاف والسعاده تاعي بزاف سخون. انا شعلته مليح، لحتهم يطيبوا، طابوا لي في حوالي 10 دقائق او 12 دقيقه فقط، ما تداوليش بزاف الوقت. كي تخرجوهم ديروا لهم دهنه خفيفه بزيت الزيتون باه تعطينا هذيك لا بغيونس وتعطينا طراوه. لاباط تاعنا اصلا هي يعني طريه. وهنا هذا هو الشكل النهائي تاع بيتزا، ميني بيتزا بزاف بنينه خفيفه. ويعني وجدتها بالخف، ما داتليش كامل الوقت. هاوليكم شكل هكذا يجي. قلت لكم استعملوا الاجبان اللي تحبوها نتوما. نتمنى تكون عجبتكم وصفه اليوم وجاتكم سهله، وتجربوها وتخليوا لي ارائكم وتعليقاتكم وتطبيقاتكم في جروبي كويزين بريتي سوسن. ماشي شرط تجربوها دوكا، بعد العيد ان شاء الله دوك يرجع لنا الروتين العادي، وجربوها وقدموها وتعجب عائلتكم ان شاء الله. شكرا وصحة فطوركم.